احنا كنا شاهدين على هذا الجيل من المنتخب القطري. الولاد النهارده منتخب قطر ما قدمش 10% من المستوى الطبيعي، مستوى المتوقع. فانتم مدلعينهم قوي، وهم كانوا يستحقوا لانه كان بطل. البطل يتحمل قسوه النقد. النهارده هو اقل من الطموح. ما ينفعش بطل يلعب بخوف. معاك 60,000 متفرج وخايف لحد الدقيقه 50. ما فيش ولا هجمه خطيره ولا هجمتين طوال 90 دقيقه. تعرف المباراه البلاي ستيشن يا محمد لما يبقى اللعيب بيبقى قدام لعيب دراع ودراع. النهارده الفارو جوستافو مدرب المنتخب الاكوادوري معاه دراعين. هو على فكره 2-0 مكتفي. الشوط الثاني من سايب الاستحواذ للمنتخب القطري ومكتفي ب 2-0. هو قرر التراجع طبعا. فانا في قسوه في النقد لازم يبقى موجود، لان الفريق ده المنتخب بقطر زي ما بقول لك ال11 اللي بداوا عنده 962 مباراه دوليه. ما ينفعش يبقى في اخطاء في التمركز، اخطاء من الثلاث مدافعين اللي لعبوا مع بعض 100 مباراه دوليه. الاخطاء الموجوده، المساحات الموجوده وسط الملعب بدون رقابه، ما فيش ضغط، ما فيش شراسه. انا مش مطالب منك ان انت تكسب البطوله، انا مطالب منك ببذل المجهود والروح تبقى كويسه. ما ينفعش تبقى مستسلم. ما ينفعش في 4 بطل اسيا يربع 5 تمريرات على بعض طوال 90 دقيقه. لازم ابقى قاسي معاك لان انا متوقع منك الافضل. الدوله او الرياضه عموما قدمت لك كل حاجه عشان توصل للمباراه الافتتاحيه. ما تبقاش بهذا المستوى. ما تزعلوش من النقد. البطل يتحمل النقد زي ما دلعك كتير. لازم ينتقدك لما تبقى فيش في المستوى. محمد ابو تريكة يقسو على لاعبي قطر بعد الهزيمه من الاكوادور في المباراه الافتتاحيه لكاس العالم قطر 2022. خلينا نسمع كابتن محمد ابو تريكة ونرجع لبعض مره ثانيه. تدارك الامور في المباراه المقبله امام السنغال، يوسف سيف ينتظر اداء افضل، الكل ينتظر اداء افضل من منتخب قطر مقارنه بما شاهدنا اليوم. محمد، احنا كنا شاهدين على هذا الجيل من المنتخب القطري. الولاد النهارده منتخب قطر ما قدمش 10% من المستوى الطبيعي، مستوى المتوقع. فانتم مدلعينهم قوي، وهم كانوا يستحقوا لانه كان بطل. البطل يتحمل قسوه النقد. النهارده هو اقل من الطموح. ما ينفعش بطل يلعب بخوف. معاك 60,000 متفرج وخايف لحد الدقيقه 50. ما فيش ولا هجمه خطيره ولا هجمتين طوال 90 دقيقه. تعرف المباراه البلاي ستيشن يا محمد لما يبقى اللعيب بيبقى قدام لعيب دراع ودراع. النهارده الفارو جوستافو مدرب المنتخب الاكوادوري معاه دراعين. هو على فكره 2-0 مكتفي. الشوط الثاني من سايب الاستحواذ للمنتخب القطري ومكتفي ب 2-0. هو قرر التراجع طبعا. فانا في قسوه في النقد لازم يبقى موجود، لان الفريق ده المنتخب بقطر زي ما بقول لك ال11 اللي بداوا عنده 962 مباراه دوليه. ما ينفعش يبقى في اخطاء في التمركز، اخطاء من الثلاث مدافعين اللي لعبوا مع بعض 100 مباراه دوليه. الاخطاء الموجوده، المساحات الموجوده وسط الملعب بدون رقابه، ما فيش ضغط، ما فيش شراسه. انا مش مطالب منك ان انت تكسب البطوله، انا مطالب منك ببذل المجهود والروح تبقى كويسه. ما ينفعش تبقى مستسلم. ما ينفعش في 4 بطل اسيا يربع 5 تمريرات على بعض طوال 90 دقيقه. لازم ابقى قاسي معاك لان انا متوقع منك الافضل. الدوله او الرياضه عموما قدمت لك كل حاجه عشان توصل للمباراه الافتتاحيه. ما تبقاش بهذا المستوى. انا بحبكم على المستوى الشخصي كلكم، ممكن معظمهم اصحابي، بس لازم احيانا تفوق المجموعه. مش هنقعد ندادي ونطبطب ونقول انت كويس، لا، انت عندك افضل من كده. ايه اللي ما خلاكش تقدم افضل ما عندك؟ اولا خايف. بالمناسبه الخوف يضيع مع اول 7-8 دقائق. بس المناسبه هذه لاي رياضي هي فرصه للاستمتاع وتقديم كل ما لديك. ايوه عليك سلام. الجيل ده محظوظ يا محمد. الجيل اللي موجود في حاليا في الكره القطريه محظوظ. انا دلوقتي لو انا لعيب من منتخب قطر ورجعت بعد المباراه دي واتفرجت عليها تاني اندم اشد الندم. عاوز ارجع للمباراه تاني، المباراه ترجع والعب افضل من كده. انما خوف، تمريرات مقطوعه كتير، مساحات، اخطاء فرديه. الشوط الثاني بس هو اللي ساب لك الاستحواذ منتخب الاكوادور وخلاك نوعا ما تظهر مش بشراسه ولا بخطوره. فلازم دلوقتي ابقى قاسي معاك وناخد معاك لان متوقع منك الافضل. في حاجه تانية مختلفه، ممكن احيانا اللي بيعد البرامج الاعداديه للمنتخبات المباراه الافتتاحيه تديله تاشيرات
مؤشرات. في فرق ما بين المباريات الوديه والمباريات التنافسيه. ما ينفعش تحضر منتخب في مباراه او بطوله تنافسيه بمباراه وديه فقط لا غير. هناك فرق كبير في الريتم ما بين فريق منتخب جاهز وعنده هويه مظبوطه والشكل تكتيكي معين وعنده سرعه وعنده قوه. وده اللي افتقده المنتخب القطري، بيلعب كانه بريتم المباريات الوديه في افتتاح بطوله عالميه هي بطوله كاس العالم، مع الفريق الاخر اللي قدم افضل ما عنده من حيث السرعه، من حيث القوه، من حيث المهاره. عنده لاعبين مميزين، عنده فالنسيا، بتتكلم على استوبينيان، بتتكلم على كايسيدو في وسط الملعب. فالعديد من الامور الجيده والقويه. ما تزعلوش من النقد، البطل يتحمل النقد زي ما دلعك كتير، لازم ينتقدك لما تبقى فيش في مستواه. تقع كتير، خوف، عدم تركيز، اخطاء في التمركز. مفيش 3 تمريرات 4 تمريرات على بعض. دخلنا المباراه بفرصه المعز علي في الدقيقه 50. في الدقيقه 50 تفهم ان انت ربع ساعه 10 دقائق في الاول تبقى خايف، تبقى مش عارف تمرر، انما تقعد 50 دقيقه خايف وانت بطل اسيا. لا، هي دي الفرصه الوحيده اللي اتعملت صح. 4 5 تمريرات قلبت للريدوس، بس المفروض يبقى يتعامل معاها المعز علي افضل من كده. الشوط الثاني لازم يبقى بدون قيود وبدون اخطاء، ونستحوذ على الكوره ونقدر نشكل خطوره او فرص كثيره على منتخب الكوري. كابتن محمد أبو تريكة، الكثير من الرسائل، المحبة، السلام، كرة قدم التي تجمع الجميع، احترام الثقافات والشعوب والاختلاف، احترام الإنسان، والكثير من اللوحات الفنية التي تم تقديمها لكل العالم عن طريق واحدة من أفضل السبل لإيصال الرسائل في اختلاف وتنوع وثقافات الشعوب وهي كرة القدم. هو ده الكلام، استغل الإنجاز بتاعك لإيصال رسائل مختلفة للناس اللي ما تعرفكش، وأولها الحوار. عشان تعرفني لازم تحاورني، لازم تزورني، لازم تعرف عاداتي وتقاليدي وقوانيني. فدي أهم رسالة. تاني رسالة إن الإنجازات بتبدأ بحلم. فقطر حلمت بتنظيم كأس العالم، فالحلم أصبح حقيقة. وحاجة تانية، الاعتزاز بالهوية العربية الإسلامية، حتى من أسماء الاستادات، حتى الكرة اللي سايلها سعد الشيب، كرة الرحلة، لعيب التعويذة. فكل ما كان تمسكت بهويتك كل ما احترمك الآخر. وكرة النهائي حلم، وشاهدنا حلم الأمير الوالد في طفولته كيف كان يحب كرة قدم. وبالمناسبة هو فوجئ بهذه الفقرة وفوجئ بالقميص اللي كان طبق الأصل اللي ارتداه وهو في طفولته شاهد ابنه يكمل مشوار. بداية الحفلة، قبل الحفلة محمد، لما الأمير راح بس إيد والده، بر الوالدين. ما فيش حد ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه ويديله التوفيق الا ببر الوالدين. العلاقه المميزه ما بين الابن والاب، علاقه تسمى الاحترام والحب والود. وده اللي وصل الدوله هنا ان هي تبقى افضل دوله عربيه من حيث ان هي تنظيم حدث عالمي، كاس عالم في اول مره في المنطقه العربيه. شوف الصف الاول اللي موجود فيه الزوار كلهم رؤساء الدول العربيه. قطر الأخ الصغير للأسرة العربية جمع الكبار حواليه، جمع الكبار حواليه، بيقول الإنجاز ده مش بتاعي أنا، الإنجاز ده بتاعكم كلكم. فرسائل مميزة واحتفال مميز، وأهم ما فيه الاعتزاز بالهوية العربية الإسلامية بتاعتنا. ابن خلدون يقول لك إيه؟ المغلوب مولع بتقليد الغالب. قطر نقلتنا من سنين كنا مغلوبين لمنطقة الغالب. الناس كلها هتقلدنا، الناس كلها هتشوف احنا عملنا ايه. فقطر قدمت لنا صورة مميزة، البداية مبشرة للغاية. البطولة نجحت، مبروك لقطر. والله يا محمد، مثل هاي المباريات هي اللي تخلي المعلق يعتزل. بجد يا اخي، يا اخي انت، انا ما اصدق ان يعني المنتخب اللي شو ابطال اسيا. بجد يعني انا ما اتحدث عن يعني لاعب، انا اتحدث عن الفريق ككل. وسط هذا الجو الجميل، حتى الطقس جميل، حتى الطقس جميل. الحفل الافتتاحي المبهر اللي شاهدناه، المباراة كلها لمنتخب الإكوادور، ومنتخب قطر تاه وضاع في المباراة، والأرجنتيني أدار المباراة وهو مرتاح جدا.
أخذ النقاط الثلاث، يدرك أن عنده مباراة منتخب هولندا، سحب فالنسيا، لا تلتحمون، لا مشاكل، لا إصابات، وبالتالي وصل بالمباراة وهو مرتاح جدا. حقيقة الشوط الثاني يمكن تسديد مونتاري، الشوط الأول يمكن رأسية المعز فقط. كنا نتمنى أوكي تخسر، بس ما تخسر الأداء وتخسر النتيجة. هذا مكان لمنتخب قطر، لكن طالما في حياة في أمل، اللعب على هذا الأمل، التعويض إن شاء الله في مباراة السنغال إن شاء الله يا محمد. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ده كان تعليق قاسي من الكابتن محمد أبو تريكة طبعا النجم المصري على لاعبي قطر بعد الهزيمة من الإكوادور 2-0 في اللقاء الافتتاحي. لحد هنا ده كان نهاية الفيديو بتاعنا. أتمنى لو وصلت معايا للنهاية تضغط لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.